حاجات ما تعرفهاش عن مصطفى، او لا ثواني، احنا مش هنتكلم النهارده عن حاجات ما تعرفهاش، احنا النهارده هنتكلم عن مصطفى قمر، الواد الاسكندراني. هو انا جاي اكلمك عن نجم هو مش رقم واحد ولا رقم اتنين. بص، هو عامة هو مش شاغل باله هو رقم كام. عمرو دياب. عمورة. واحد عمرو دياب، بس واحد. هو عمرو دياب واحد. كان في حاجه حلوه بقى في مصطفى قمر، الراجل ده كان روحه حلوه، انه بيدي لزمايله اغاني لو هو غناها تكسر الدنيا. مصطفى قمر من الفنانين اللي انت بتحبهم، بس انت مش واخد بالك ان انت بتحبه، وهقول لك ازاي. اصل مين فينا ما بيحبش فيلم حريم كريم وما اتفرجش عليه مره او اتنين على الاقل، او فيلم عصابه الدكتور عمر، او اصحاب ولا بيزنس، او حتى فيلم بحبك وانا كمان. وجهه نظري مصطفى قمر من المطربين اللي سايبين بصمه في السينما، ومش بس افلامه، لا كمان اغاني افلامه. يعني لو شفنا فيلم زي حريم كريم هتلاقي عامل فيه كميه اغاني فتنزل البوم لوحده، واغاني كلها احلى من بعض، كفيله انها تعلي الفيلم اصلا. اغاني زي بسلم عليك، وكان ليا يوم حبيب، لحظه تفاهم، شنكلو، والفيلم نفسه لايت وبسيط. يعني اصله فيلم مصطفى قمر. افلام مصطفى قمر الافلام اللذيذه الرايقه اللي البطل هيحب البطله وهيغني لها. اصله هيعمل ايه يعني؟ ما فيش حل غير كده. فيلم مصطفى قمر هو الفيلم اللي هتخرج منه مبسوط، قضيت ساعه ونص بتضحك وبتسمع اغاني رايقه مع قصه بسيطه من غير رساله معينه من ورا القصه ولا وجع قلب. وقدمت ضحك بلا هدف، يعني ضحك بلا هدف. ودي حاجه مش بتقلل من افلامه، بالعكس هي نوعيه افلامه هدفها ان هي تبسطك وتغير مودك وبس. جايز دلوقتي الزمن اختلف، بس ده ما يمنعش اننا لسه بنحب مصطفى قمر لحد دلوقتي، لسه بنسمع اغانيه وبنلاقيها ترند على تيك توك وبنعمل عليها فيديوهات وبنشير مشاهد من افلامه. ممكن اللي يكون ناقص مصطفى قمر دلوقتي هو انه يشتغل مع ناس شاطره يكون عندهم رؤيه جديده، زي المخرج عمر المهندس لما عملوا مع بعض اعلان، وكان واحد من احلى وانجح الحاجات اللي عملها مصطفى قمر في اخر كام سنه. صباح الخير مبدئيا والباقي مقدور عليه، اليوم بادئ حلو جدا والمزاج والجو يمكن لو اشتغل برضه مع شباب او ناس من اللي معلمين وناجحين دلوقتي، جايز يقدروا يستغلوا موهبته صح ويطلعوا منها اعمال حلوه زي بتاعت زمان. في النهايه ده واحد من الفيديوهات اللي انا كان نفسي اعملها من بدري، وبس كده. دي كانت